ابسود 3. تعالوا اوريكم نظام التنشيف اللي اشتغلت عليه خلال الشهرين اللي فاتوا ونشوف النتائج مع بعض. وده كان شكل جسمي كان بايظ جدا من بعض الاصابه اللي جات لي، كان جالي صليبي وخلع في الكتف، والحمد لله اتعافيت منهم. وفي نفس الوقت في نظام الاكل ما كنتش بعاني منه، كنت بدلع نفسي كده في النص بحاجه كده دايت. مش من ناحيه الاكل كمان، لا ده انا كنت برضو بشجع نفسي في الباركور ان انا برضو مستواي ما يقلش، وبراجع على الحركات اللي معايا اخلص منها انزل على الجيم على طول والعب الكارديو بتاعي. في نفس الوقت كنت بحرق من هنا ومن هنا، وده كان منظر شكلي بعد اول 3 اسابيع. الموضوع طبعا مش سهل جدا ان انت تلعب جيم وتمرينة الباركور بتاعتك وفوق كده الكارديو بتاعك عشان مستواك برضو ما يقلش، في ناحية ان انت عايز تظبط جسمك وعايز مستواك ما يقلش في لعبك. كان ده بالنسبة لي سمنة على العسل لحد حاجة واحدة بس، تمرين الاسطنت بتاعي كان اكتر حاجة بتاخد مني المجهود، لانه انت بتتهبط زي كده على الارض. بس ده ما يمنعش ان احنا نخلص التمرينة من هنا ونطلع على الكارديو بال40 دقيقة والساعة كده نحرق فيها، عشان يا جدعان في هدف عايزين نوصل له. هتقول انت قادر ازاي في التعب ده كله انك تعمل كل ده مرة بعض؟ انا كل ده بقى حارب عشانه، عشان اوصل لقصة نفسي اعملها لنفسي، ودي كانت اول صورة تصورها بعد شهر ونص من تمرين. الموضوع مش سهل جدا زي ما انت متخيل، ان انت بس مقضي حياتك كلها عبارة عن تمرين طول الوقت، وبتظبط في اكل، تصحى بدري وتاخد فيتامينز ومكملات، وكان في تعب وشقة. بس اقرب الناس ليك كانت تقعد تقول لك ايه الهبل اللي انت بتعمله ده، وكانت في اللي تلاقي واقف جنبك وبيشجعك، وانه ليك هدف عايز توصل له مش هيكون على حساب اي حد. ومش الموضوع بس انك تنظم اكل وتنزل الجيم تتمرن، لا انت بتضحي بحاجات كتير عشان حاجة عايز توصل لها، حاجات كنت متعود عليها في يومك. مع اني كنت واحد بحب الاكل جدا، انا كنت واحد بصحى في الوقت اللي انا عايزه، اكل اللي انا عايزه، انا ايه اللي يصحيني بدري واجيب الاكل واطبخ واعمل واعتمد على نفسي. الفكره في ده كله مش بس عشان تظبط جسمك وتظبط اكلك، لا انت بتظبط حياتك، بتظبط تفكيرك، بتفتح مخك على حاجات كتير عايز تعملها في حياتك. واللي مجاهد معايا في الرحله دي اخويا وصديقي كابتن حسام منصور، ومحفزني ان انا اوصل للجسم اللي انا عايزه مهما كانت السلبيات اللي بتجيلي. بس رغم التعب ده كله ما يمنعش كده عن وجبه فري كده تقلب كده واحده بتزاد سندوتشات كده ورا بعض ويصلط كده يا معلم مره واحده. يعني فيصل طبعا كان بيزعلي انه مفكرني مش هاكلها كلها عشان الدايت، بس كنا نخلص من هنا ونطلع نتمرن تمرينة الباركور الجميل بتاعتنا ونطلع على الكارديو عشان نحرق كل اللي احنا اكلناه اصلا. وهنا كنت بدعي ربنا انه يوفقني ويقدرني اوصل للي انا عايزه. تمرينة الكارديو ما عادش ينفع ان انا اقطعها في يومي جدا، ودي اول صوره ليا بعد شهرين ونص، ولسه اللي جاي اقوى من كده بكتير واختلاف كبير عن اللي كنت فيه زمان. واستنوني في ابسود 4 بكل التفاصيل الجايه.